مرحبا أصدقائي، معكم قناة سينما سكوب مختصة بتلخيص أحداث المسلسلات والأفلام. اليوم رح نبدأ بالحلقة 69 من مسلسل سلمى. بداية حلقتنا تمرق سلمى بالسيارة من جنب جلال وبتشوفه، هو كمان بيشوفها بس ما حدا بيحكي مع التاني. وقت سلمى بتنزل من السيارة، جلال بيكون راح بسيارة تاكسي. بالمشفى هويدا بتعصب على الاستعلامات لأنه ما بيعرفوا شي عن زوجها، وميرنا بتقول لأمها تتروق. هون أمها بتعصب عليها وبتقلها أنت السبب، تتوتر الأجواء. بعدين بتيجي سلمى، تقوم ميرنا بتلقي اللوم عليها هي كمان. لما تسأل سلمى عن أبوها بتبهدلها ميرنا، بتقلها هذا كله بسببك أنت وولادك. هيفا بتقلها شو إلها علاقة سلمى. هون سلمى بتحاول بتهدي كل الأمور، بتقعد هي وأمها لتهديها. بتقعد الست هي وأحفادها وبتطمنهم. هون سلمى بتطلع لبرا لتتنفس شوي، عادل بيطلع وراها وبيهديها. بلحظتها بيجي حدا من المشفى بيعطيهم أغراض عمو نديم. بعد شوي بتيجي الدكتورة وفاء وبتخبر الكل إنه عمو نديم عمل عملية قلب مفتوح، لازم يضل تحت المراقبة. هون جلال بيروح لعند رياض بي وبيدخل عليه وهو معصب لأنه بعت عالم سلحة عند عمو نديم، كان ممكن يقتله. بيقول له رياض أنا كان بدي بس خوفه. بيقول له جلال الزلمة كان مات وهو هلا بالمشفى. كافتريا المشفى، الكل بيكونوا قاعدين وعم يشوفوا أغراض عمو نديم. هون سلمى بتنتبه إن الموبايل ماله موجود وبتخبر رويدا. هون ميرنا بتبهدل سلمى، بتقلها بابا بين الحياة والموت وانت كل همك الموبايل. بتقلها سلمى الموضوع مو بالموبايل، موضوع انه عمو نديم بس فاق رح يسأل عن الموبايل. بتضل سلمى مصرة انها تدخل الموبايل لتفهم القصة، تكون خايف يخلص شحن الموبايل وما حدا يرد عليها. دكتورة وفاء بتوافق على هالشي. بتتصل سلمى برقم عمو نديم، وجلال بشوف اسم سلمى على الموبايل وبينصدم. بيخبر مرته. كل الحاضرين بيكونوا خايفين انه جلال يرد على سلمى وسلمى تعرف انه عايش. جلال ما بيرد على سلمى بسرعة. هون هيفا بتاخذ الموبايل من سلمى وبتحكي هي. بتقول له موبايل عمو نديم معك، انا جارته وعم دقلك لانه بدنا الموبايل. هون هو بيطمن على عمو نديم، بيخبره بكرة باخد الموبايل على المشفى. هون هيفا بتعرف إنه جلال عايش. بصير جلال يحكي هو وسالي، بيقلها إنه وقف قلبه لما شاف اسم سلمى، بس طلعت هي جارته لعمو نديم. هون جلال بيحكي لسالي عن غلطة أبوها، بيخبرها كل شي صاير. بيجي بيخيرها بينه وبين أبوها. سالي بتقوله بدي أروح معك وعيش حياتي معك أنت وابنك. هون رياض بيعصب وبصير بيهدد الكل. وآخر مشهد بالحلقة، سالي وجلال بيوصلوا على البيت، وأمه بتستقبلهم وبتسألهم وين كنتوا. جلال بيقلها كان عنا شغل. بيشوف الحلقات الألماس يلي جابن لسالي بدال أمه. بيسأل سالي ليش حلقاتها مع أمه. سالي بتحاول تبرر للأم. بيقلها جلال أنا بعرف أمي أكيد أخدتها منك بطريقة مو منيحة، أبدي أكرهها أكتر من هيك. بيقلها أنا أكبر غلط سويته إنه رجعت أمي على حياتي، وأنا ماني طايق إني أشوفها. هم بالصدفة أمه بتكون ما تسمعه، تنهار تطلع على غرفتها تبكي وتسكر كل الليل. وهيك بنكون لخصنا أحداث الحلقة 69. نترككم توقعوا أحداث الحلقات الجاي. نتمنى تدعمونا باللايك وبالاشتراك مشان نصير ننزلكن ملخص الحلقات كلياتها.